السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ أهلا بيكم في قناة عالم ندين. النهاردة هنعمل مع بعض البسبوسة بطريقة سهلة وبسيطة، وإن شاء الله هتعجبكم. هتبقى طرية وأحسن من بتاعة المحلات، وإن شاء الله هتشرفك في عزومات رمضان. يلا بينا نشوف الطريقة بتاعتنا هنعملها ازاي. مكونات البسبوسة: كيس بسبوسة كريمة اللي قايلها مليون سنة، البسبوسة العادية. بيكنج باودر هناخد منه معلقة واحدة. 2 علبة زبادي أي نوع. معلقتين كبار من السمنة أو الزبدة، أي حاجة أنت حطاها دي، زبدة بقري. وبضاية للتزيين، لو حابة تزينيها من فوق ممكن تزينيها بكريز، بأي حاجة أنت حباها. دلوقتي هنجيب بولة وهنفضي فيها الكيس بتاع البسبوسه اهو بالشكل ده. بعدين هنزل بمعلقه البيكنج باودر، معلقه كبيره يعني يعتبر نص الكيس كده. في ناس هتقول احنا ما بنحطش بيكنج باودر. يا ستي جربي الطريقه دي طريقه مامتي بتعملها من كذا سنه. وبعدين هنزل بمعلقتين الزبده وهفركهم في بعض كده اهو لحد ما يبقوا عاملين زي حبات الرمل. الطريقه دي جميله والله يا جماعه، ماما بتعملها لنا من زمان وبتعملها لاصحابها في الشغل، وكذا حد عملتها له بالطريقه دي وكان بيطلب مني ان انا عاملاها ازاي وازاي طالعه معاكي جميله بالشكل ده. هتشوفوها لما تطلع وهتقولوا رايكم ان شاء الله. اهو زي ما انتم شايفين بقيت عامله زي حبات الرمل المنديه. طبعا لازم السمنه كلها تندمج فيها، ما ينفعش يبقى فيه السمنه مكلكعه وفي حتت انت سايباها كده، لازم كل السمنه تبقى سايبه كده فيها. شايفين شكلها ازاي؟ دلوقتي هنزل بالزبادي، بعلبتين الزبادي اهو بالشكل ده. اجيب معلقه بس علشان بيبقى لازق اهو كده. والعلبه التانيه وهقلبهم بقى بايدي اهو كده عشان يندمجوا. طبعا احنا هنا هنحتاج نضيف، يا اما تضيفي لبن يا اما تضيفي ميه، وانا هضيف ميه علشان احنا مش عايزينها تبقى مكلفه. احنا عايزين تبقى الحاجه بتاعتنا عاملينها جميله وفي نفس الوقت مش مكلفانا. طبعا كلنا عارفين الظروف الاقتصاديه ولازم نراعي الناس اللي مستواها على قديها. دلوقتي هجيب علبه الزبادي دي وهملاها ميه علشان البواقي اللي فيها تنزل. والعلبة التانية برضو هنا انا عايرت علبتين زبادي مية وحطيتهم على البسبوسة. هقلبهم بقى كويس جدا كده، مش عايزة فيه كلاكيع خالص خالص اهو. ممكن كمان نضيف سنة مية بسيطة برضو، لازم تبقى سايلة معاكي كده، لا سايلة قوي ولا تقيلة قوي. طريقة ان شاء الله هتعجبكم جدا جدا. دلوقتي هنضيف البيضة اهو، بس طبعا المرحلة بتاعت البيضة دي لازم تخلي البيضة تندمج كويس جدا جدا جدا. هتقعدي تقلبي فيها كويس خالص عشان ما يبقاش فيه كلاكيع اهو كده. كمان نسيت اقول لكم ان احنا هنضيف فانيليا علشان الزفارة بتاعت البيضة. ده من الفانيليا، او ممكن لو عندك فانيليا سايلة تحطي منها معلقة اهو كده. بقيت جميلة معايا اهي واندمجت كلها في بعضيها اهو. طبعا في ناس هتقولي غريبة حتة البيض دي، لا البيضة هتخليها جميلة جدا، جربيها بس وان شاء الله هتدعيلي او هتدعي لمامتي، تدعي لمامتي لان هي طريقة مامتي. دلوقتي بقى خلاص هنجيب الصينية بتاعتنا ونحط فيها البسبوسة. جبنا الصينية ودهناها بالزبدة. دلوقتي هنزل بالبسبوسة كده وههز ههز الصينية بالشكل ده بحيث ان البسبوسة تتوزع
فين؟ في كل الصينيه، وتبقى كلها مستوى واحد اهو كده. حاولي تدفيها كده اهو بالشكل ده. دي هنزين البسبوسه بالفول السوداني اللي احنا كنا جايبينه. حابه تزينيها مش حابه براحتك اهو كده. هحطه على الوش بالشكل ده، هرص فوقيها كده اهو بالراحه علشان ما تغرس منك. بنحاول نشكلها بالامكانيات البسيطه. الفول السوداني ده متاح عند كل الناس، مش هروح اجيب لك بقى مكسرات من الغاليه، البندق والفستق واللوز والحاجات دي، واقول لك زينيها. طبعا احنا لازم نراعي الناس البسيطه يا جماعه. اهو زي ما انتم شايفين انا خلاص زينت البسبوسه بالفول اهو، شكلها جميل. دلوقتي انا هدخلها في الفرن على الشبكه وهسيبها لما تستوي براحتها، وبعدين هطلعها علشان نزقيها بالشربات. دلوقتي هدخلها وارجع نعمل الشربات بتاع البسبوسه مع بعض. نعمل دلوقتي الشربات بتاع البسبوسه او السيرب. عباره عن كوبايتين من السكر. ده سكر، دايما لما تيجي تعملي الشربات بتاع الحلويات اعمليه من السكر اللي هو الابيض ده الفاتح. في سكر بيبقى غامق اللي هو بتاع القصب ما تعمليش منه، هيخلي لك الشربات لونه مصفر كده. انزل عليهم بكوبايتين من الميه برضو بنفس حجم الكوبايه، علشان الشربات او السيرب بتاع البسبوسه مش بيبقى تقيل، لازم يبقى خفيف يا جماعه علشان البسبوسه ما تسكرش معاكي اهو بالشكل ده. دلوقتي هحطهم على البوتاجاز وهسيبهم لما يقلبوا، واول ما يقلب هرجع لكم هقول لكم هنضيف خلاص السيرب ابتدى يغلي. طبعا معلومه دايما ماما كانت تقول لي ما تقلبيش السكر في الميه وسيب السكر يدوب لوحده. انا هنا ما قلبتوش وسبت السكر لما داب لوحده، هسيبه يقلب قلبه وبعدين هديله عصره الليمون. هنا خلاص السيرب قلب، احنا مش هنسيبه يقلب كتير، هي يدوب قلبه 2 وخلاص، وتروحي نازله بعصير الليمون لان احنا مش عايزينه تقيل زي ما قلت لكم اهو بالشكل ده. بعدين هنزل بكيس الفانيليا اهو كده. وحاجه بقى جميله هتحطيها هتدي بقى البسبوسه بتاعتك تستعالي، هتضيفي معلقه او نص معلقه من الزبده كده في السيرب. يا عالجمال، هتبقى البسبوسه بتاعتك رائعه رائعه كده. دلوقتي خلاص انا هقفل عليه وهستنى لما البسبوسه تطلع. لو انا لقيت السيرب بتاعي برد ولما البسبوسه طلعت هسخنه تاني، لان لازم البسبوسه تكون سخنه والسيرب يكون سخن، ده من شروط نجاح البسبوسه بتاعتك. دلوقتي هننتظر لما البسبوسه تستوي. البسبوسه بتاعتنا طلعت اهي خلاص، شايفين شكلها جميل جدا يعني تحفه كده. اول ما بتطلع على طول السيرب بتاعي سخن، هبتدي انزل عليها بالسيرب كده، وهو شايفين البخار بتاع السيرب طالع منها ازاي اهو على طول كده اهو. اديها كمان، ما تقوليش لا هي خدت كده كفايتها، لان هي هتشرب كل السيرب اللي احنا حطيناه لها في كل النواحي. ضفت لها كل السيرب الكميه اللي انا كنت عاملاها. طبعا هتلاقيه غطاها كده، لما تلاقيه غطاها ما تقوليش لا ده كده خدت كفايتها، هي لازم يغطيها. هتشوفي دلوقتي ان هي هتشرب كل السيرب اللي انا حطيته لها علشان تبقى حلوه معاكي طريه زي بتاعه بره اهي. ابتدت تشرب كل السيرب بتاعها، شايفين شكلها جميل ازاي، يعني حاجه كده ممتازه، يعني هتعجبك جدا ان شاء الله. اسهل وانجح طريقه بسبوسه ممكن تعمليها، لا هتعولي هم تنشف منك ولا هتعولي هم ان هي هتطلع مظبوطه ولا لا. هاتي الاكياس وان شاء الله هتبقى حلوه معاكي. سيبها دلوقتي لما تبرد وبعدين هنقدمها مع بعض. هنا خلاص البسبوسه بتاعتي بردت. دلوقتي انا هقطعها بس مش بالسكينه العاديه، هقطعها بالسكينه اللي هي بتاعت الحلويات اهو كده. بحدد اهو كده وبروح مطلعه بالشكل ده. وده شكل البسبوسه بتاعتنا بعد ما حطيناها في الطبق. شايفين جميله ازاي وطريه بتدوب دوب ممتازه، هتعجبك ان شاء الله. لو عجبتكم الطريقه يا ريت تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب للقناه وتفعلي الجرس علشان يوصل لكم كل جديد بنزله. يلا باي، وانتظروني في وصفات جديده من قناه عالم نادين. باي باي.